علامه استفهام مهمه جدا والله بجد يعني. اتفضل. وناس يعني بعتت بتعاتبني اللي انا قلته. فرعون استحيا نساءهم وذبح اطفالهم وفعل وفعل وفعل. فرعون ذي العماد اللي في النهايه لم يذل او لم يهن بهذه الطريقه. هو غرق، وساعه ما هو بيغرق قال خلاص انا امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. لماذا هذه النهايه؟ يعني لو اعتبرنا ان الرئيس مبارك الرئيس السابق قتل فهناك رؤساء قتلوا، سرق فهناك رؤساء سرقوا، ظلم فهناك رؤساء ظلموا. انا نفسي اعرف يعني حكمة الحكم ان الله بهذا قد حكم، بس انا نفسي اعرف، انا جاهل في هذه المسألة، عايز اعرف ليه هذه النهاية. والله بجد انا مش بلف ودور ولا بدافع. لا خليني اقول لحضرتك حاجة. انا دايما من اول يوم، مش من اول يوم، من يوم الحد 30 يناير، يوم الحد انا موجود في هذه الثورة من يوم 25 ثم 28 29 السبت. ما كانتش ثورة. انت ممن شاهدوا جمعة الغضب يعني. طبعا. ما كانتش ثورة وما كانتش مظاهرة، يعني ما كناش متخيلين، ما حدش كان بيخطط للكلام ده. انا من يوم الحد بقول اول مرة اوقن ان هذه ثورة كان يوم الحد 30 يناير، واول مرة اوقن ان هذه الثورة ستنصر كان يوم 30 يناير 2011. وقلت هذه ثورة يصنعها الله، مفيش حد فينا، دي ثورة ربنا هو اللي بيصنعها. لو كل الناس اللي موجودين من ادعى انه مفجر الثورة وانه قائد الثورة وانه زعيم وانه، هذا كاذب كذاب، لان هذه الثورة ليس فيها هذا الكلام اطلاقا. صحيح. انا لو حكيت لك قصة صغيرة خالص عن واحدة ست اسمها ام احمد. يوم السبت لقيتها جاية وشايله يافطه كده، ورق مكتوبه عليها ومسكها على صدرها كده، مكتوب عليها لن اغادر حتى اخذ بثأري من حسني مبارك. وجايه لي تقول لي لو كلكم مشيتوا انا مش همشي، لازم اخذ بطاري. استعجبت، مين ايه طارق يا ست؟ قالت لي انا اسمي ام احمد، عندي 50 سنه، اتجوزت وانا عندي 20 سنه، باختصار شديد القصه يعني، وحرمت من الانجاب لغاية بعد زواجي من 20 سنة. حملت وهي عندها 40 سنة، وفضلت مستنية الطفل ده اللي هيجي لمدة 9 شهور. وجات يوم الولادة جوزها خدها من امبابة يوديها مستشفى الجلاء. طلعوا كوبري 6 اكتوبر بالعربية، الكوبري واقف 3 ساعات واقفين على كوبري 6 اكتوبر. نزل جوزها يسأل، قال لها ده الرئيس في مجلس الشعب وبيعدي. بيقول لجوزها رجع، قعدوا في العربية كمان ساعة، نزل جوزها بيتكلم مع الراجل، مراتي بتولد مع الضابط ضربه بالقلم. رجع ابو احمد ده العربية، لقى زوجته ام احمد ولدت، وللاسف الشديد الولد بالمشيمة بتاعته مرمي في دواسة العربية وميت. لا حول ولا قوة الا بالله. بعد 3 شهور مات ابو احمد، مات من الألم اللي خده على وشه من الضابط، ولا مات حزنا على ابنه اللي بقاله 20 سنة مستنيه. أم أحمد بتقول لنا هو ده الطار بتاعي اللي عند حسني مبارك. إن الله وإنا إليه راجعون. كم مصري، ست مصرية بسيطة معاها دبلوم تجارة عندها 50 سنة وتفضل موجودة وما تمشيش غير بعد التنحي. انا متخيل القصه ديت او الشخص ده، دي الثوره المصريه. الست دي كانت سبب في ان هي خلتني افضل موجود في ميدان التحرير. والست دي لما شفتها وايقنت ان النوعيه دي من المصريين خرجت وجت ميدان التحرير، يبقى دي ثوره، والثوره دي هتنجح. طب مولانا، هل احنا نسينا ان الله يمهل ولا يهمل؟ نسينا؟ لا ما نسيناش طبعا. يعني خلال 30 سنه كنا خلاص فاكرين الامور ممتده الى ما شاء الله. خليني اقول لحضرتك حاجه، انا واحد من الناس يمكن يعني انا كنت ممنوع من الخطابه، ممنوع من التلفزيون، ممنوع من كل حاجه. كنت بشوفك نعم كنت بشوفك في قناه الناس فقط. طيب ما كويس. طب الناس كلها اتمنعت.